ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده بقى هنعمل كده، عندي فرخه صغنطوطه كده، قلت اعملها محشيه رز بالبسله والجزر. دول بسله وجزر انا مخزناهم اصلا عندي، فطلعت جزء صغير خالص جزر وجزء بسله. هو كده كده اوريدي الجزر متوفر، بس هو عندي في التلاجة، فقلت بدل ما اشتري واجيب من بره تاني. دي طاسه سخنه، وهحط فيها معلقه سمنه. بسم الله. هسيحها بقى خالص. دلوقتي بقى هي خلاص السمنه سخنت، وده بصل انا بشراه هنزله. بسم الله. هفضل اقلب فيها كويس وهديله لون يعني مصفر سيكه، مش قوي يعني. خلاص كده هو يعني دبل معايا ويدى اللون اللي هو الاصفر الذهبي البسيط خالص خالص. هنزل بقى انا دلوقتي بايه؟ بالبسله بتاعتي. بسم الله. واخد بقى تقليبه كده بسيطه. هنزل بقى بالجزر، يلوش هيفك وهيبقى تحفه. نسيبه كده على جنب. وهنزل انا غسله كوبايه رز مصري، غسلاها وهفضيها دلوقتي معايا. هفضي بقى الرز. بسم الله. هقلبهم بقى مع بعض كده. بسم الله. دلوقتي بقى هبدا احط التوابل. ده شويه زعتر مطحون، شويه بقدونس، شويه توابل فراخ، شويه فلفل اسود، شويه كاري، شويه كركم. هنزل وكمان هنزل عليهم بسنه دبس رمان، مش كتير. في ناس دي اختياريه، يعني خطوه اختياريه. في ناس ما بتحبش تحطه، بس انا هحطه. هبدا بقى اقلب التوابل دي. بسم الله. بعد ما خلاص قلبتهم كويس هضيف بقى ايه؟ شويه ملح كده. بسم الله. وهقلب تاني. لو انتوا لاحظتوا ان انا بقالي شويه بشوح في الرز، يعني الرز تحس ان هو استوى سنه بسيطه، فانا هحط يعني ايه حوالي نص كوبايه ميه، وهسيبه يتسوى مش سوا كامل، حوالي نص سوا كده، وبعدين هنستخدمه في الحشو. هقلب بقى كده. بسم الله. نص كوبايه، هي مش باينه اصلا تحت خالص اهي، بس عشان ايه؟ نديله سنه سوا، لان انا مش هسلقها يعني. هغطيها بقى دلوقتي وهسيبها على نار هاديه، لان اوريدي هي ما فيهاش ميه كتير. اول ما الميه تشرب هبتدي بقى استخدمها في الحشوه، وهنجهز الفرخه على ما هي تستوي. دلوقتي بقى هنجهز الفرخه. هعمل كده شويه صوص كده بسيط واحطه للفرخه اتبلها. دي شويه فلفل اسود، وشويه كاري، وشويه كركم عشان يدينا لون كده، وشويه بهارات فراخ، شويه دبس رمان بقى حلوين كده. بسم الله. شويه خل مش كتير قوي، وملح طبعا. هقلب بقى المكونات دي كويس قوي. بسم الله. ندوبها خالص. هنسيبه كده. دلوقتي بقى دي الفرخه اللي احنا هنستخدمها. انا خليت الجلد بتاعها يكون كده عشان اقدر ادخل الحشوه دي جواها. دلوقتي بقى هستخدم الحشوه دي. هعمل ايه؟ هجيب كده وهدخل شويه كده. انا دلوقتي هعملها بايدي، بس انا هدخل بس شويه كده كويس. انا هخليها زي ما انتوا شايفين بتخش جوه ازاي. وبرده هحط من بره حبه ومن جواها ومن هنا كده، يعني هغرقها وهدعكها دلوقتي. انا دلوقتي بقى هدعكها كده كويس. بسم الله. من بره كمان، ومن هنا من قلبها برضو عشان تشرب.
وده كله التتبيله دي جميله جدا وبتخلي طعم اللحمه حلو وشكلها كمان حلو لان انا حاطه كركم، فشايفين هيبقى لون اللحمه لذيذ قوي. هنسيبها بقى خلاص في التتبيله دي شويه حلوين كده، مش كتير قوي، وهرجع كده اشوف الرز بتاعي عامل ايه عشان نبدا نحشيها وندخلها الفرن. دلوقتي بقى الرز خلاص استوى، ومش استوى يعني خد 3/4 سوا، وخلاص هنستخدمه بقى في حشوه الدجاج. هجيب بقى الفرخه كده وهبدا احشي زي ما انتم شايفين جواها، مش تحت جلدها، جوه الدجاج. بسم الله. خلاص كده احنا حشينا الفرخه، هنقفلها بقى كده. بسم الله. خلاص كده احنا قفلناها. هجيب بقى كيس حراري وهنحطها فيه. دلوقتي بقى في باقي شويه توابل هحطهم على برضو الفرخه، مش هرمي حاجه. وتاني حاجه، انتوا زي ما انتم ملاحظين الرز بتاعي كتير شويه، بس انا اللي متعمده اعمل كده عشان اقدمه جنب الفراخ، يعني يبقى جنب الفراخ، ما اعملش شكل رز تاني او حاجه تانية. خلاص كده انا حطيت الفرخه في الصينيه بتاعتي، بس ايه هدي كده، ايه هعمل خرمين فيها. تمام، بس عشان بس ما يفرقعش منك في الفرن. انا اوريدي خلاص مشغله الفرن على درجه 180، ودلوقتي هدخلها بقى، بس مش هحطها تحت خالص، هحطها على الشبكه اللي هي فوق الاوفن على طول، يعني ما تعليش الشبكه. يلا بينا. باقي بقى الرز ده انا دلوقتي هكمله سوا، هخليه يكمل سوا، وبعدين عشان نقدمه مع الفراخ المحشيه، لان طبعا كميه الرز اللي في قلب الفراخ مش هتكفي لافراد الاسره بتاعتنا يعني. بص الفرخه طلعت، شايفين سخنه شويه، تحفه واخده وش جميل. انا بقى دلوقتي هفتحها وهنحطها في الطبق بتاع التقديم بتاعنا. بسم الله. خلي بالكم عشان في زي ما انتم شايفين بخار طالع من جوه، عشان لسه مطلعاها. شايفين الجمال؟ تحفه. سيب المقص ونشوف. بسم الله. يا جماله يا ولاد، والله حاجه عظمه. بصوا بقى، انا حبيت ان انا اوريها لكم كده وانا بفتح الكيس، ما اجيبها لكوش على طول وهي متقدمه، عشان تحسوا وتشوفوا. شايفين البخار اصلا جاي في الكاميرا وعاملها جامد. تحفه وسواها بيرفكت وتحفه. ممكن عشان تتاكدي ان هي مستويه ولا لا، وهي جوه الكيس في قلب الفرن، بخله السنان اللي انت خرمتي بيها تتكي، اهم حاجه في اتجاه الصدر، وهي جوه الكيس ما تعمليش حاجه بس، وهتتاكدي ان هي استوت. دلوقتي بقى انا هشيلها من الكيس واحطها في طبق التقديم وهوريها لكم في الاخر. خلاص كده بقى انا فردتهم في طبق التقديم عشان نتغدى يعني. هدوق بقى معاكم بقى الرز الجامد الاول. بسم الله. تحفه. بسم الله. رائع جدا. مش بشكر عشان انا اللي عاملاه، بس هو تحفه وسواه مظبوط وحلو جدا. دلوقتي بقى هوريكم الفرخه، اتفرجوا عليها الاول. شايفين الجمال يا ولاد؟ تحفه جدا واخده لون. هدوق بقى كده يعني حته صغيره ونشوف. بسم الله. ندوق من هنا اهو. بصوا شايفين مستويه ازاي؟ تحفه. بسم الله. دلوقتي بقى هاخد لكم بس سنه من رز الفراخ اهو. بصوا شايفين؟ تحفه. رائع جدا سبحان الله، مع انه نفس الرز اللي هو في الطبق التاني بتاع التقديم، بس ده سبحان الله واخد من طعم الفراخ جدا. طعمه حلو قوي. ملحه مظبوط، وهي طالعه بيرفكت بصراحه.
اهم حاجه بقى دلوقتي هقول لكم الف هنا وشفا طبعا لينا وللي هيجرب الوصفه دي، واشوفكم طبعا في فيديو جديد وفكره جديده. بس اتمنى منكم اللايك والشير والسبسكرايب وتدعموني باي تعليق. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.